مين قال إن أقرب الناس ليك مش هيجرحوك بالصدفة؟ تخيل معايا إنك بتغرق في البحر وبتشوف مركب قدامك بتحاول تلفت النظر ليها، ولما بتوصل للمركب اللي فيها أقرب الناس ليك تطلع مجاديف منها وتضربك على إيدك وتقولك أنت بتغرق علشان بتحب تلفت النظر. أهلا بيك في مين قال. في جرح ما بيقفلش بالمراهم، والجرح ده اسمه خذلان. خذلان الشخص اللي كنت فاكر إنه هيكون جنبك وقت احتياجك، وده ألم صعب جدا. وفي ناس تانية ما كنتش متوقع منها حاجة ولا حتى مساعدة، وفجأة تلاقيهم معاك. إزاي؟ ومين قال إن الحب الحقيقي لازم يجي بالدم وبالعشرة؟ الحلقة النهاردة مختلفة، هنعيط سوا بس هنفهم سوا برضو مين يستاهل إن نحتفظ بيه في قائمة الطوارئ، ومين نزيله من الخريطة القلبية بتاعتنا. هنقسم الحلقة دي قسمين. أول قسم هو الأشخاص اللي بيخذلونا، يعني نموذج الفار وقت الضيق. تعرف إيه الصدمة الحقيقية؟ إنك تشوف حد كان بيبات يتصل بيك حبيبي وروحي، وأول ما تحتاج منه مساعدة حقيقية يختفي الشخص المستاء ويظهر المحلل النفسي البارد. وأشهر 3 أنواع من المخذلين وإزاي تعرفهم: 1. اللي بيحول الألم لمسابقة، يعني بتقوله تعبان يرد عليك ويقولك ده إيه؟ ده أنا تعرضت لموقف أسوأ منه بكتير في 2018. مين قال إن ألم يتقاس بالمسطرة؟ الألم مش أولمبيات. 2. اللي بيقولك أنت مكبر الموضوع أو كبر دماغك، تقليل المشاعر، يعني مجرد انتكاسة صغيرة هتقعد تبكي. اصحى فوق. هنا الحقيقة هو مش بيهون عليك، هو بيحاول يهرب من شعوره بالعجز قدام ألمك. 3. اللي يختفي فجأة دون إنذار، بيبعت إيموجي قلب، لكن أول ما تقوله عندي مشكلة أو حتى محتاج منك مساعدة يقفل الشات ويختفي تماما. للأسف ده شخص عنده فوبيا من المشاعر التقيلة، ووجوده معاك في الأزمة كان مستحيل من الأول. نصيحة وقتها: مش كل خذلان معناه إنك غلطان، معناه إن اللاوعي اللي حطيته في ألمك كان متشقق من الأول. هنيجي هنا للقسم التاني من الحلقة، اللي بنلاقيهم من حيث لا نحتسب، بالبلدي كده النور وسط الزلزال. وده جزء الأجمل في الحلقة، اللي بيقلب حياتك رأسا على عقب من شدة الطيبة. مين هم دول؟ مش شرط صديق مقرب، ممكن زميل في الشغل كنت بتتجنبه، أو جار كنت بتسلم عليه سلام عادي أو حتى شخص معرفتك بيه معرفة سطحية. ليه الناس دي بتفاجئني؟ لأنهم مروا بنفس ألمك وقرروا ما يكرروش غلط عدم المساعدة. وتاني حاجة لأنهم مش مربوطين بعلاقة قوية معاك، فمش خايفين يضعفوا قدامك. هنا الفرق الجوهري بين الاتنين: الأول الشخص المخذل أول ما يسمع مشكلتك يقطعك بحلول سريعة، وكمان يقولك اوعى تضعف قدام الناس، وبيخليك تحس بالذنب إنك أزعجته. إنما الشخص المفاجئ بالدعم بيقولك طب احكيلي أكتر وأنا ساكت وبسمعك، ويقولك كمان تعالى نكون ضعاف سوا شوية أحسن من إنك تنهار لوحدك. والشخص ده بيحسسك إنك صوتك مسموع، وقيمته مش بالدعم المقدم لكن بوجوده بس. في الآخر يا جميل، مين قال إن العيلة الحقيقية لازم تكون بالصلة والرحم والعشرة؟ العيلة دلوقتي هي اللي تمسك إيدك وإيده مشغولة. تمرين بسيط قوي ليكو: امسك تليفونك دلوقتي أو حتى نوتة، ارسم خط في النص، على الشمال اكتب مين خذلني وقت احتياجي، وعلى اليمين
اكتب مين فاجئني بدعم غير متوقع. اللي على الشمال مش لازم تقاطعهم، لكن تقدر تحطهم في منطقة تحت الملاحظة. إنما اللي على اليمين ابعت له كلمة امتنان بسيطة زي شكرا إنك موجود من غير مطلب. وافتكر دايما مش كل اللي بيقف جنبك بيحبك، ومش كل اللي بيبعد عنك بيكرهك، لكن مين قال بتاعت النهاردة هو مين قال إن اللي خذلك لازم تفضل متعلق بيه عشان خاطر الذكريات. ومين قال إن الدعم النفسي عبء؟ مين قال إن القلوب زي العضلات أقواها اللي ما يتكلمش؟ بالعكس، أقوى قلب هو اللي يقولك أنا تعبان، حد يفهمني. والناس اللي فاجئوك ما تخليهمش يعدوا كده من حياتك مرور الكرام. دول مش نجوم، دول بوصلة حقيقية في حياتك. وأنا هبدأ بنفسي. هشكر كل حد وقف جنبي من غير ما أطلب منه المساعدة. هشكر كل حد بيفتكرني بصلاته. هشكر كل حد تعب معايا الفترة دي حتى لو كان بيسمعني بس. بشكر كل اللي بيحاول يساعدني بكل طاقته عشان بس ما كنتش تعبانة ومخنوقة. وفي الآخر لو مشيت النهاردة بحاجة واحدة من الحلقة، إنك عرفت إن طلب المساعدة مش إزعاج. ومين قال إن الدعم النفسي عبء؟ طلب المساعدة هو اختبار حقيقي لمين يستاهل يكون جنبك. لو عجبك الحلقة النهاردة اعمل لي لايك واكتب في كومنت شخص واحد فاجأك بدعم، وخلي الحلقة دي رسالة للي خذلوك من غير ما تعاتبوا. سلاما وراحة بال ليكوا. استنوني الحلقة الجاية. ما تنسوش لايك وشير للحلقة وكومنت تشجيع منكم، ورأيكم مهم جدا بالنسبة لي. أنا نرمين حكيم، وده بودكاست قلم حبر.